احنا نبدأ من غير معتز معتز نام. من تاني حلقة كده على طول. مش مشكلة يبقى معانا، وبعدين احنا هنتكلم عن توبيك هو مش ريليفنت بالنسبة له عنده خالص، حق. هو لسه بدري عليه قوي. لسه خاطب اصلا يعني. ربنا يكون في عونه. هو انت ليه بتعملناش يا عمرو انترودكشن كده زي الناس اللي انا عارف ان احنا مش مشهورين ولا مش هنبقى مشهورين، بس انا قصدي يعني اللي هو اهلا بيكم في حلقة جديدة من مش عارف، انا اصلا بتخنق منهم، فاهم؟ يعني ليه لما حد بيقول كده بيبقى بتقفل في ظريف الاول، قوي. بتقفل قوي والله. تفتكر ممكن لو حد سمعنا نعمل كده قدام؟ ممكن بقى لما نبقى نتشهر ويبتدوا بقى يجيلنا سبونسر وبتاع نبتدي نعمل كده، فاهم؟ اهم حاجة هنعمل كده ليه اصلا؟ بالظبط. يعني لما ماشي. الدنيا تلعب معانا يعني. خلينا نشوف اللي هيحصل. طيب احنا عندنا دلوقتي الحلقة التانية هنتكلم على توبيك مهم جدا، الجواز والخلفة. برضو احنا اسم البودكاست خبطة منتصف العمر، هي خبطة فعلا. يعني هي كانت زمان اسمها أزمة منتصف العمر، دلوقتي بقت خبطة منتصف العمر. لأن انت بتوصل لمرحلة انت متجوز ومخلف بقالك فترة، بس الدنيا بقت مختلفة عن زمان. يعني خلينا نتكلم دلوقتي في مثلا في النقطة بتاعت أول احنا متجوزنا كريم. انا فاكر يعني لا خلينا نرجع لورا شوية. اهالينا لما اتجوزوا، لما مم. تشوف الصور ده لو في صور اصلا، بتلاقي فرح بسيط معمول في البيت لو اصلا في فرح اتعمل. وعم محمود عنده كاميرا فيديو اللي هي 2 طن دي بيشيلها على كتف اه، 4 كانت اللمبة بتنور ويصورها. مرة واحدة تتحرق، فاهم؟ تفرقع في المعازيم. اه. اه. وبعدين في شريط فيديو كامل، يعني مش شريط صغير، شريط فيديو الكبير ده ايوه. لا يبقى يا محطوط عم، في شيل الفيديو ده الكاميرا. ايه ده؟ شيل الفيديو ده ده مثلا جديد ده في صح؟ الثمانينات مثلا. لا قبل كده ما كانش شيل فيديو، ده كان مش عارف، كان كارتريدج كده، كان حاجه غريبه، كانت اختراعات زمان غريبه اصلا، ما كانش فيه تقريبا. ولازم يجي بوكيه الورد اللي هو عملاق اه. وطرفه لونه سيلفر اه. وجوه ورد احمر كده. لازم يجيب 2. صح. لو واحد وكوشه، يبقى يبقى فيه كوشه في البيت. اه. الكوشه اصلا في البيت، مبنيه في وبعدين البيت. البدلة بقى بالبنطلون الشارلستون. اه. والتاي اللي على البدلة يعني عرضها 5 متر مثلا. اه. بس كانت العملية بسيطة يعني. شقة مفيش شقة، إيجار تمليك مفيش انت عارف، انا أصلا. كنت بتفرج على صور فرح ابويا وامي، كانوا عاملينه في بيت جدتي، ماشي، ونزلوا زفوهم على السلم في المانيال، وكان ساعتها ابويا وامي ساكنين في الهرم. ده زفهم حرفيا. زفوهم، ده زفه، فاهم؟ من على السلم في المانيال، وجايبين الصور، يعني شايف الصور هما بيزفوهم من اول الشارع في الهرم. يعني هما مشوا في يعني يعني مش مثلا طلعوا البيت، لا، والمصور طلع معاهم البيت وصوروا مع عند كل قطعه في العفش. وده كان الترند زمان، يعني انت لازم تتصور، العريس والعروسه يتصوروا عند كل قطعه في العفش. وده كان مصور واحد ولا زي لا، دلوقتي مصور بيجيب؟ مصور واحد بقى ده بالكاميرا. دلوقتي بيجيبوا دي وبي الكاميرا اللي بتتسحب ومخرج دي. وكده. لا 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 لا، ما كانش فيه الكلام ده. يعني وبعد كده الموضوع تطور. أيامنا كان فرح في أوتيل، لو تقدر يعني فرح في أوتيل، شقة كان الاول، لا، تمليك شوية. الاول النوادي، كان النوادي، اه كانت النوادي موضة الشرطه والجيش النوادي، والحاجات أيوة دي، صح. قاعات، وبعدين ابتدى الدارات. يحصل سنة كده اللي هو لا ما تعملش فرح في دار، اعمله في اوتيل. مش فاهم اه. الفرق، بس هو في ترند كده. لا، والافراح قبل ايام الدارات كان ما كانش فيه لسه دي جي، كان باندات، بيجيبوا باند شرقي وباند غربي. امم. احنا على ايامنا لا، كان دي جي، اه. وبعدين بيقيموا الفرح على حسب حجم الديك. اه بالظبط، يعني لا اي كام منيو. ديك. اه كام ديك اه. وحجمه. اه، او خروف، او كام خروف حسب. اه يعني تحس كده اول سؤال اللي امم. هو هنروح اوتيل مبدئيا مش دار، مش عارف ليه. اه. وبعدين تروح تشوف بقى الباكجز يقولك في 50 ديك و30 خروف وهم اللي جايين اصلا 20 واحد ويعني مش يعني بحس ان الناس جايه برضو بتارجت اللي هو فين الديك وفين الخروف. بالظبط. لا، ولو وبيعدوا يقول لك لا، ده الفرح ده كان فيه كام ديك وكان فيه كام اه خروف. ده اه الفرح ده نزلوه فيه سيمون في ميو جمبري ويعملوا لك ابريزل، وانت بقى كعريس بتحس انك بعد اخر الفرح مستني بقى اللي هو هل عدد بالظبط. الديوك كان كفايه بالظبط. اه. ولا لا. وبعدين يعني ما تفهمش انه، وده كان ايامنا احنا اللي هو مش زي دلوقتي خالص. آه انهي اوتيل وبعدين تكتشف بقى يوم فرحك انه اليوم بيعدي بسرعة جدا، وانت ما حسيتش باي حاجة من الحاجات اللي انت خالص اخترتها ودفعت خالص. وما فيها. اكلتش. ما عملتش اي حاجة ما خالص. اكلتش والله. لا انا الصراحة يعني ما اكلتش في الفرح. اكلت في الاوضه بقى فوق لما بعتوا لي اه البتاع، بس بس ما اكلتش من ظبطت الاكل اللي انا بقى. اكلت، الناس كلت منه. لا ما عرفتش، بس اه. ظبطت بقى مع الشيف بتاع الفرح كده، قلت له اللي هو
تطلع لي من كل الاصناف، ما اه تسيبش صنف ما تعديش عليه. طبعا. بس انت كان عندك برضو يعني الموضوع ده مهم بالنسبه لك قوي، انا عارف. كان اهم من الفرح. اه بالظبط، دي حقيقه دي حقيقه. وبعدين الراجل بقى فاكر انت عملت فرحك في نفس الاوتيل اللي انا عملت فيه فرح؟ اه فاكر الراجل اللي هو المتعهد الافراح الاستاذ لويس. اه فاكر. اه انا كان بالنسبه لي الاستاذ لويس ده يعني عليه سلطه عليا اكتر من ابويا في اه اليوم ده. اه اه يعني وبعدين ابتديت احس ان هو ماشي جنبي، يعني العروسه على يميني مراتي وهو على شمالي. وبيزعق لك وبيرق لك. اه اه ويقول اه لك انت طولت جدا في اه الزفه، اه بحس لو في حد جاي ورانا يعني مش في فاهم. بريشر غريب كان بيعمل عليك انا ساعتها. فاكر ساعه الزفه اللي هو بيقول لي اقف عشان تتصور، فوقفت والناس بقى موجوده وبتاع، بيقول لي تقدر ترقص، فحسيت اللي هو الله، هو انت هتقول لي ارقص امتى؟ طب ارقص ازاي يعني؟ في اي طلبات؟ وقرروا يقول لك بقى، تلاقي الباكجز بيقعدوا معاك يقول لك انا عندي حاجه كرييتيف بقى غير الناس كلها، اه احنا هنعمل الدخل على جمل. الفستان الابيض. اه على اغنيه الفستان الابيض. يقول لك لا انا ما بعملش على اسماء الله الحسنى. اه طب مش انت عارف فاهم. ان انا مراتي كانت شبطانه ان هي تدخل في عربيه سندريلا. سندريلا نفسها؟ اه كان ساعتها بقى مثلا معقوله؟ فرق 15000 جنيه سنه 2013 يعني، ده كان رقم يعني، كان نص رقم امم. الفرح تقريبا. طب انا قلت لها يا تختاري، يا اما تخشي عربيه سندريلا يا اما تاخدي عربيه ابوكي وترجعي بيت ابوكي. ف ما كانش عندها حل تاني. لا انا ما كنتش فاهم الموضوع ده خالص. وبعدين تلاقي بقى السنتر بيس، يفضلوا يكبروا في السنتر بيس اللي هو برج. مش هتشوف حاجه اصلا. اه مش تشوف المعازيم. اه ويقول لك لا لازم السنتر بيس، وبعدين يقسموها بقى. مم. هنا يبدأ التصنيف بقى زي ما كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت. اه يقول لك لا قرايب العريس والعروسة من الدرجة الأولى يبقى عندهم سنتر بيس كبير، يعني مم. باقيين جرابيع ياخدوا سنتر بيس صغير، صح. مع ان الاتنين مش مهتمين. مش مهتمين خالص. يعني وبعدين الناس اصلا انا ما اعرفش تلات ارباعهم، يعني كل واحد فيهم اللي هو يجي يسلم عليا، انت مش فاكرني يا حبيبي؟ انت كنت بتشخ على رجلي وانت صغير، مش فاكرني؟ وانا مش فاكرك يا حاج، والله ما فاكرك. انا مش ما اعرفش انت، انا ممكن اكون فاكرك وانت صغير، وانت شكلك اكيد اتغير خلال ال 25 سنه اللي فاتوا، فانا اكيد برضو مش فاكر شكلك. لا وبعدين تلاقي بقى الموضوع ده سمع معاك في فقرة التصوير، اه في كمية ناس بتتصور معاك، وبعدين كلهم بيحضنوك ويسندوا عليك وعرقانين وحالتهم قرف، والله. وانت تبقى نفسك تقول له يعني متشكر انك جيت، بس هو انت مين؟ انا متاكد ان انا ما والله. عزمتكش. والله. على فكره ممكن يكون في ناس اكيد احنا ما نعرفهمش، اصل انت مش هتقعد تساله انت مين، لان انت هيروح لاهل العريس يقول له انا تبع اهل العروسه، وللعكس لاهل العروسه، فممكن يكون اصلا ده واحد جاي يتعشى اصلا. المفروض كانوا يعملوا له كيو ار كود ما زي يا الساحل كده. شفت بقى، شفت رجعنا لمرجوعنا ازاي. تيجي والله. بقى تسمع دلوقتي تلاقي بقى طلبات غريبة، وما بقاش في واحد. يعني انا فاكر على ايامي كنا بنجيب مثلا ميك اب ارتست، مم. كنا بنجيب فوتوغرافر واحد. مم. دلوقتي بقى في طقم ميك اب ارتست، يعني واحد للعروسة، واحد لأهل العروسة، واحد لأهل العريس. والفوتوغرافرز احنا فاضل نجيب كرو. يا مش باشا ده فاهم. بيخش دلوقتي مع العروسه بيصوروها وهي بتلبس. الموضوع ده بالنسبة لي موتر شوية، يعني ببقى عايز اقول لها طب والاستاذ العريس فين من الموضوع ده؟ لا هو مش بس بيصورها، ده في واحد بيلبسها. اه اصلا. اوكي. يعني بس انا مش عارف دور العريس هيبقى فين بعد الموضوع ده، بس يعني تمام. اه وبعدين يعني احنا كلنا عرفنا اه ده مش دور العريس بالظبط. بس، ما هو اللي يعني دخل ده آه. صورها. العريس دفع واحنا فطبعا انبسطنا. مع احترامنا ليها، بس بحس الحاجات دي سنة برايفت، يعني احنا مش محتاجين خالص بالظبط. نبص على انستجرام لاعلانات باكجز فوتوغرافرز او ميك اب ارتست ونشوف كل تفصيلة طبعا نبقى مبسوطين شوية، بس يعني مش محتاجين، مش من حقنا بيتهيألي يعني. ما هو نفس برضه يعني نفس موضوع الساحل برضه، تطور من ايام ابويا وامي وابوك وامك لما كانوا بيتجوزوا في البيت، لدلوقتي لما بقى بيناموا في في الشارع. بالظبط كده. يعني او في خمسة او في كرو عمل 15 واحد بيشتغل عشان يطلع الفرح ده يوم من الف ليلة وليلة. لا وفي فقرة بقى البرايد ميدز، اه دول بقى لو ما في واحدة ما جابتش نفس درجة لون بالبانتون اه اللي متفقين عليه تبقى ما بتحبهاش كفاية. بالظبط بتغيري منها. وبعدين تلاقي بقى دي الكومنتس اللي بقى تلبسها انت بقى بعد الفرح. يعني ملك زعلانة اللي بعد الفرح اللي هو فلانة الفلانية ما لبستش اللون الليلا اللي انا كنت طالباه. صح. ما وده ظبطتش ممكن الدرس. اصلا تبوظ الجواز. خلاص وتبدأ انت تتدخل، هو ليه ما لبستيش نفس لون الليلا. بالظبط. يعني بيبقى في متهيألي pressure. المرارة بتفرق في الحاجات دي يعني يعني انا ما اعرفش الناس اليومين دول بيعملوا ايه صراحه، هيلوها منين ولا منين. والله. وبعدين تحس انه بقت فلوس بنك الحظ، يعني بنسمع بالظبط. ارقام. يعني انا فاكر على ايامي فرح اللي ب50-60 الف جنيه ده انت مش لاقي حاجه تانية تعملها.
من كتر بالظبط. اللي دفعته. يا لهوي، ده انا طيرت لي كام بتاع الدخان، يا نهار ابيض. إيه ده، انا انا فاكر ما خلصت كناش الدخان كله. شايفينك يومها اصلا. اه اه. انما دلوقتي انت تدفع 60,000 تقعد بس مع الراجل تسمع منه. صح. تتكلم بقى في نص مليون مليون لا حاجة. دلوقتي بقى في موضه جديده، مم. عرفتها. البنات بقى بتعمل ايه بقى؟ يعملوا عشان يوفروا فلوس الفرح، يطلعوا يعملوا فرح في اليونان. ده ماشي. كده بيوفروا. لا هقول لك ليه بقى. ما هم ما بيعزموش حد، يعني هو انت جاي تاكل بس. اه فبيروحوا يعني مثلا يحجزوا حته في اليونان مثلا 20 20 25 واحد. المعازيم بقى تيجي على حسابها، تدفع طياره وتدفع اوتيل، وطبعا هتقعد 3 4 ايام في اليونان بقى عشان عايزه تتفسح بالمره، اه طبعا. ودفع شنجن ومش عارف ايه. وفي الاخر هي دفعت زي اللي دفعته في مصر، وباسمها عملت فرحي بره مصر. ما هو الموضوع ده بيوترني من قبل اليونان جوه مصر. يعني مم. انا برضو مش بفهم واحد صاحبي مثلا عازمني على فرح فين، في اخر الساحل مم. او في ابعد نقطة الحدود ما بين الزعفرانة والغردقة. اه. يعني انا ما بفهمش، انا بحب كل حاجة بس انا مش عايز اسوق كل ده وبعدين اروح يوم فرح كامل وارجع او حتى ابات ليلة وارجع. مم. مش مناسبني الموضوع ده. صح. وبعدين يقول لك لا بس ما انا هنعمل فرح عادي كده وفي دريس كود، يعني لازم يلبسك على مزاجه. مم. تبقى انت تخين فشخ كده يقول لك تلبس ابيض فابيض، بالظبط. تلبس جلابيه بيض، تيجي بالمايو، تلبس تيجي ممكن تيجي بالمايو مالت. عشان هننزل كلنا البول. لا عاملينه مالت. احنا بالظبط. كلنا اه. هنعمل فوم بارتي وننزل مالت. مم. فتخيل بقى اليونان او اي بلد تانية، انا هروح اطلع شنجن واقطع تيكت واخد اجازه وبعدين اسافر اليونان علشان احضر فرق. يعني بحبكم كل حاجه بس انا كرهتكم في لحظه ما جات لي الانفيتيشن بصراحه. بالظبط بالظبط. وما فيش مانع لما ترجعوا ببارك لكم، يعني خلاص بالظبط. مش مهم. بالظبط، لأن الفكره ان الواحد لو لما بيرجع كده بالزمن، يقول لي الواحد كان وفر فلوس الفرح دي وزود الهاني مون اسبوعين، يعني كان انت احسن. عارف انا طبعا كان ده رايي من زمان بس مش قرارك ما يعني. هو مش قرارك في الاخر مبيبقاش للاسف. قرارك قوي يعني، للاسف بتلمح ليه كده اول ما تلاقي آه. التكشيره بتبدا لما انا اتذليت بتذل لحد دلوقتي على عربيه سندريلا، هيحصل فيها ايه بقى؟ ما كنتش عملت فرح طب اصلا. انت ازاي صحيح ما تجيبش عربيه مش سندريلا؟ عارف، ما كانت سندريلا كانتش موجوده يعني. دي فكره حلوه جدا صح. وبعدين فيري كرييتيف تخش اه على عربيه سندريلا. بالظبط. يا سلام. اه انا الحمد لله دخلت ماشي عادي خالص على اه اسماء الله الحسنى. اه ويعني مفيش احلى من كده داخله. وبعدين انا اصلا مش فاهم فكره الدخله، ما انا اللي عازمهم. هم اتفاجئوا. وبعدين اول ما تخش تلاقيهم كلهم بيصوتوا بتفاجئ له ايه ده؟ معقوله؟ وفرح كنتوا. ايه ده فرح حضرتك؟ وتلاقي الناس بقى متحمسه زي يكون ماتش، ما تحس له جماعه انا اللي عازمكم، انتوا متخلفين ولا ايه؟ انا اللي عازمكم، مكتوب بره بيل بورد مكتوب عليه فرح فلان كريم ايوه. وفلانه وتلاقي الناس كلها منبهره وتقول لك ايه ده. مم. وبعدين الفقرة بقى بتاعت الناس اللي بتكتب وما تروح بقى تاخد مم. البورد ولا وات ايفر اللي انت جايبه، الشيء اللي انت جايبه مم. تكتب فيه. اللي هو طبعا دلوقتي ما بقاش عادي، ما مم. ينفعش يكتبوا كده يكتبوا لك مبروك مم. لازم تجيب ديزاينر يبني ديكور بالظبط. باكج عشان يكتبوا عليها وتاخدها تروح بيها. صح. مش فهي ما في بقى الاخر مش بتعرف تحطها فين اصلا. يعني انا مش اه فاكر فين البتاع اللي انا كنت كاتبين لي عليها دي، انا مش عارف هي فين دلوقتي اصلا. لا وبعدين تلاقي الناس بقى اللي هم جولك سلموا عليك كنتش عارفهم مم. وتصوروا معاك كاتبين لك بقى. مم. يعني يقول لك من عمه فلان وطنط فلانه، انت مم. اصلا بتعرفهمش، مم. تبقى عايز ترد لهم الجواب انتوا مين اصلا. هو الموضوع برضو بيصعب برضو في الجيل الجديد، وواضح ان احنا برضو عجزنا يا كيمو، ومش هنقدر نواكب العصر في الموضوع ده فعلا. تعال بقى نتكلم على الموضوع التاني، موضوع الخلفة. اه لا ده موضوع ده موضوع لوحده ده. اه انا مش فاكر امتى حصل الموضوع ده. بالظبط. انا حاسس ان انا في غمامة حصلت عليا كده من بعد الجواز لحد مثلا السنة اللي قبل اللي فاتت. مرة واحدة لقيت عندي عيلين، واحد منهم كبر كمان. اه وبتبدأ تلاقي طلبات وبتبقى كل يوم عايز تسأله انت مين. انا بالظبط. امتى انت كبرت انت جيت امتى بالظبط. وخلفتك امتى. وبعدين انا بقيت راجل كبير وعندي عيال كبار، فيعني انا لا انا مش كبير. ما هو دي بقى مشكلة، دي خبطت بقى منتصف العمر. اه وتفاجأ بقى لو خارجين كلكم مثلا انت ومراتك وعيالك في حتة، تلاقي واحد شحط كده وواحدة معاه عندهم بتاع 25 سنة ويقول لك يا عمو يا انكل، او يا ازيك يا انكل. انكل. انا اول مرة انت والله اللي حسيت انكل لي يا ما ابن ردتش ستين اصلا. كلب. ما ردتش عليه. انا مش فاهم ده في انكل ورايا، انا ما بيتقاليش يا انكل، انا بيتقال لي اسمي عادي. وبعدين كمان الحته بتاعت برضه بتفرق. اول 4 سنين، اول ما بتخلف، اول ما يعني ما الطفل بيبقى عنده مثلا من 0 ل4 سنين، طبعا اول 6 شهور دول بيبقوا دمار، يعني بيبقى ما تبقاش عايش اصلا، تبقى ميت.
واول 4 سنين بتبقى يعني الطفل اللذيذ سواء بنت او ولد بيبقوا لذيذ في الاول، تقعد تلعب معاهم وبتاع. بس في فقرة انت نسيتها ايه؟ بتاعت اول ما يتولد. اه. انا بالنسبة لي، وغالبا العلم شايف كده، انه الاطفال لما تتولد بتبقى شيء لا ليها شكل ولا طعم ولا لون ولا بالظبط. ريحة. لا ليها ريحة طبعا بس ملهاش حاجة. ريحه بس، دي اه الحاجه الوحيده اللي وعشان موجوده. كده بيلبسوهم بريسلت عشان يعرفوهم من بعض. بالظبط. تلاقي بقى اهل العريس والعروس ده خناقة بقى. شبهك، مناخيرك وبق لا حماتك. ويعني تبقى انت عندك 60 سنة يقول لك نفس تكشيرتك وانت اول ما اتولدت. طب حضرتك انا اتولدت مكشر ليه؟ وبعدين انت يعني ما شاء الله انت ازاي لسه ده اللي فاكره مني تكشيرتي بس. وبعدين هو لا مفتح عين ولا هو مش بعمل بيعيط، حاجه اصلا. يعيط يرضع يشخ ينام وهكذا يعني صح. سايكل. صح. تلاقي بقى في خناق اللي هو لا ده شبهنا، شبه فرع عيلتنا. لا دلوقتي بيقول لك بقى النص الفوقاني شبهنا والنص التحتاني شبه العيله التانيه عشان ما يزعلوش بعض. النص التحتاني عبارة عن كور جلد بالظبط. مليانة تجاعيد عشان الجلد كتير جدا. وما في يعني يعني ما اعرفش لو شافوا حاجة تانية انا مش عارف. مش عارف والله الموضوع بس يعني هو الموضوع ده مش هنعرف نوقفه للاسف، ده من زمان يعني من ايام جدودنا وهو كده، وما اعتقدش ان هو هيوقف في الجيل الجديد حتى. بعد بقى سن الاربع سنين، سن اللطافة والظرف والحاجات دي، يبدأ بقى يدخل شوية متطلبات زيادة. وطبعا لازم يعدي بانترفيوز عنيفة في المدرسة، ومحتاجين نبقى نتكلم على موضوع المدارس والتعليم ايامنا وايام دلوقتي برضو. وبعدين تفاجأ بقى انه بقى في شحط او شحطة في البيت، يعني ليهم بقى متطلبات معينة. وطبعا الجيل الجديد accessibility. انا افتكر مرة كنت مسافر مع الشغل فبسأل بنتي يعني نفسك في ايه من بره. انا دخلتها تقول لي لعبة، درس، لبس معين بتاع. آم، قالت لي انا عايزة ستانلي ماج من وول مارت. فانا كان بالنسبه انت لي اول مره ده لسه عارفه اصلا من 3 ايام؟ لا يعني دخلت اي جوجل ده تقريبا اه انت مش ساعتها فاكر. كمان كنت ما عرفتش. يعني انا قلت لها انت ابعد حاجه رحتيها سعودي زايد، بالظبط. عرفتي وول مارت منين؟ او ميدو مارت، ميدو ماركت اللي تحتك. وبعدين دي عندها 7 سنين 8 سنين. فانا مش قادر افهم الريكوست. ومره تانية بتقولي انا عايزه سكين كير روتين. فانا قلت لها اصلا السيلينج بروبوزيشن بتاع سكين كير روتينز عامه ان هي بترجع البيبي سكين وانتي رينكلز انت عندك 7 سنين. لا وطلبت بقى يعني براند very complicated very scientific top notch. طبعا انا كملت وجبت لها جاكيت ورجعت بيه يعني انا كملت تسعيناتي عادي. ندخل محل نجيب لبس نرجع بيه نجيب شوز وات ايفر. ما جبتش اي حاجه من الحاجات اللي قالتها. بس انا كنت منبهر بالمتطلبات. يعني انا افتكر لما ابويا عمل لي مفاجاه وجاب لي ووكمان، انا كنت حاسه بيضحك عليا. يعني ايه مش هنحطه في الفيشه؟ ازاي يعني همشي اسمع مزيكا كده في اي حته من غير ما كاسيت تحط فيشه وشريط يسف ونجيب قلم رصاص نقعد نعيده من الاول والكلام ده. فلا الموضوع فرق جدا. وبالتالي ده زياده المتطلبات والانفتاح ده هو اللي ممكن يكون مش الانفتاح مش وحش، بس يعني ان احنا عايزين نقلد ناس ونقلد بعض ونصنف بعض هو اللي زود نسبة الطلاق الاكسبكتيشنز الاوفر اكسبكتيشنز يعني حاجتين بتهيألي اكسبكتيشنز وبتهيألي كتر. انا مش ضد الفيمينيزم بس كتر انا ضده. الناس. انا بقول لك انا ضده بقى. انا ضد الفيمينيزم. هي معركة ملهاش معنى. يعني هو راجل يعرف يعمل حاجات ست بالظبط تعرفش خلاص يعملها يعني والست تعمل حاجات راجل ميعرفش يعملها والاتنين مقدروش يعيشوا بجميلة بعض. انا لو قعدت مع الولاد اكتر من يومين في البيت هنهار والرباية هتروح. اتس نوت فير اصلا. اتس نوت فير. بالظبط. والعكس يعني لازم تساعدها وهي تساعدك لانه في الاخر ما فيش نداء. يعني ما فيش مين اللي هيكسب في الاخر بالظبط. بس كمية البرامج والناس اللي بتتكلم على كلمت جوزي الصبح قال لي صباح الخير وهو مكشر اتطلق. يعني بحس انه الطلاق بقى سهل يعني بتسهلوا الطلاق على الناس ليه وتخربوا بيوت الناس ليه؟ ما دايما تبداوا بالاحسن اللي هو يمكن متضايق او مش يمكن واكيد. لا هو برضو خلي بالك السوشيال ميديا برضو بتلعب دور كبير قوي لان الناس بالذات البنات بقى لما نتكلم في الجيل الجديد دلوقتي اللي بيتجوز بقوا بيبصوا على السليبرتيز بيعيشوا ازاي وبيتجوزوا ازاي وافراحهم عامله ازاي وعايشين في البيت ازاي والانفلونسرز عايشين ازاي اللي بيعملوا تيك توك بيصوروا نفسهم كل يوم بياكلوا فين ويخرجوا فين ويتفسحوا فين. فبيبقى عندها اوفر اكسبكتيشن. طبعا لما بتيجي في الريل لايف يعني هو 99.9 من الناس مش هتعرف تعمل كده. لا ومحدش بياخد الكالتشر انتو كونسيدريشن.
يعني هي كلتشر بره ممكن الست هي اللي تشتغل وتصرف على البيت وتصرف على الراجل والراجل يقعد في البيت. احنا هنا العكس. وبعدين انا حاسس ان ده اوفر حلو جدا يعني. انا باوفر ان انا اللي هشتغل واصرف واعمل عشان ده واجبي، مش مفيش اي من في الموضوع. وتمام، وانتي هيبقى دورك كذا ونساعد بعض يعني. انتي والله لو انا اتزنقت وانتي بتشتغلي نساعد بعض في فلوس. في الاخر احنا هدفنا نبني بيت واحد. مش عارف المعركة دي بدأت امتى وفكرة سهولة اللي هو فلانة. دايما اي واحدة ناجحة يقولك على فكرة كانت متطلقة. اه هو الطلاق يعني دي مش حاجة تعبها، بس يعني هي ناجحة عشان هي شاطرة او عشان هي عندها ملهاش علاقه بالجواز persistence. بالظبط. اه ملهاش علاقة ان هي مم. متطلقة فبقت ناجحة، بالظبط. فيعني متجوزين كلهم لا فشلوا وهي مثلا. بتشوف السايد بس بتاع ان هي ناجحه، بس هي ممكن تكون في بيتها متضايقه، بترجع البيت مش طايقه نفسها، عندها حاسه وبعدين ما بالوحده ممكن تبقى وكذا. واحدة وواحد سعداء في بيتهم وهي ناجحة وهو ناجح. انا بالظبط مش اه. قادر افهم مم. الريسيبي بتاعت لازم تطلعي ايوه وتاخدي ما هو بلطتين عشان مقياس النجاح برضو اتغير، خلي بالك. يعني هي بتحسب ان هي ناجحه عشان هي مشهوره مثلا. طب هو النجاح هو شهره بس؟ طب ما لا، ما هو ممكن تكون النجاح ان انت ام كويسه، مطلعه جيل كويس، مربيه عيالك تربيه كويسه، محافظه على بيتك وجوزك، فاهم؟ يعني في حاجات كتير قوي، مقاييس تانية للنجاح غير اللي السوشيال ميديا بتبيعها للناس. فانا شايف برضو ان ده جزء كبير من التطور اللي حصل، اللي احنا برضو شفناه في خلال خبطة منتصف العمر اللي احنا فيها. ان الموضوع بيتطور بسرعة بسبب التطور التكنولوجي اللي بيحصل، وبقى الريتش سهل قوي لاي حد ان هو يخش جوه بيت اي حد تاني ويشوف ايه اللي بيحصل فيه. فمتهيألي هو ده سبب الازمة اللي بتحصل. مش عارف بقى هنروح لفين بعد كده، خلينا نشوف. ادينا يعني ربنا يدينا طول العمر كده ونشوف. انا رايي ان احنا نختم الحلقه ان احنا عجزنا فشخ. احنا عجزنا صح. خليني اكلمك بصراحه. امم. انا بص دقني فيها شعر ابيض ازاي. اه. انا هقوم احلقها بقى لا عشان ده انا ظهري الشعر وجعني الابيض. برضه، عايز انام. يعني الواد ميزو اللي لسه متجوزش ما قدرش يكمل معانا ونام. احنا هنعمل ايه؟ ده احنا مش هنشوفه خلاص. اه. يلا تصبح على خير. انت من